إذا قلنا أن اليمن عمق العرب فهو عمق العرب. إذا قلنا أن أهل اليمن هم البلاغة وهم الفصاحة وهم أصل العرب فهم كذلك. اليوم أنا سمعت خطبة من أحد أبناء اليمن السعيد، اليمن الشقيق، ضد تسييس مناسك الحج. كانت فيها عبارات ومفردات يعجزون عنها أكاديميين. حقيقة الكلمة اللي أثارني وبسمعكم إياها، أنتم تسمعون الكلمة احكموا عليها. أقسم لكم بالله أنها كلمة ارتجالية ما فيها لا ورق ولا جوال. إخواني الكرام، نحن في حج، أتينا إلى بيت الله، وهنا في مكة أتينا للحج. هنا في مكة أتينا للطواف لا للطائفية، أتينا للتلبية لا للتأليب، أتينا إلى عرفات لا للشعارات، أتينا إلى مزدلفة كأمة واحدة لا مختلفة. الحج تقديس لا تسييس. الحج أرفع من أن نسيسه، من أن نحزبه، من أن يكون فيه شعارات سواء مناطقية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية. مرفوض. هذا بيت الله، أتينا جميعا لنعبد الله، لنطوف ببيته. ما أتينا لننصر راية ولا لنكون مع أحد، أتينا لله، عباد لله، نقصد بيت الله. هذا منهجنا، لا نثير بلبلة ولا ننصرف يمنة ولا يسرة، نريد الله والدار الآخرة. ومن أرادها فوضى رفضناه، ومن أرادها سياسية رفضناه، ومن أرادها طائفية رفضناه. ولا علاقة لنا، ونتبرأ إلى الله ممن يريد أن يحدث في حرم الله الآمن أي سوء. النبي عليه الصلاة والسلام قد أمن حتى الطائر في الحرم فلا ينفر صيد الحرم، أمن حتى أغصان الأشجار لا يعتدي عليها أحد. فكيف لا يؤمن المسلم وحرمة المسلم وعرض المسلم ودم المسلم ومكانة المسلم؟ فالذين لهم مآرب أو لهم سياسات أو يريدون أن يرفعوا شعارات، هؤلاء ما أتوا ليحجوا، وهؤلاء لا يمكن أبدا أن نقرهم أو نؤيدهم أو نرضى عنهم، بل نحن جميعنا نرفض مثل هذا ونقاوم مثل هذا، لأن هذا بيت الله لكل عباد الله، لمن أراد أن يحج، لمن أراد أن يطوف، لمن أراد أن يسعى، ومن أراد شعارات وصرخات فليذهب إلى أمكنته وإلى بيته وإلى دولته ويصرخ بما شاء. أما بيت الحرام فهو للمسلمين ولا يعلو فيه إلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. وهذا المطلوب وهذا المأمول من جميع الدول الإسلامية، توعي جالياتها وتوعي مواطنينها بأن الحج نسك وشعيرة ليست للسياسة ولا للمذهبية ولا للطائفية. ومن تجاوز في الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية جاهزة ولهم بالمرصاد، كما سمعنا من القيادات الأمنية في المملكة العربية السعودية. والحج واجب على كل مسلم، مثل ما ذكر هذا اليمني المفوه الذي كنت أتمنى أنه ذكر اسمه. واجب علينا أن نكون في هذه الشعيرة يدا واحدة، ونسأل الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام، وأن يوفق قيادتنا السياسية وجميع قطاعات الحكومة المدنية والعسكرية والمواطنين والمتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن. ختاما، تبقى الكلمة المميزة
تبقى، واجتهد أنها تبقى الكلمة المميزة من أي كائن من كان. أتشرف على حسابي، استوقفتني هذه الخطبة الرائعة لهذا الرجل الرائع من اليمن الشقيق.